بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اذكروا الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا صباح الفل عليكم على حسب التوقيت اللي انتوا بتشوفوا في الفيديو. دي قناتي، لو أول مرة بتشوفوا القناة عندي أتمنى من حضراتكم كده التفاعل باللايك. حطوا لي اللايك حبايبي وسيبوا لي تعليق، بحب تعليقاتكم. صباحكم زي الفل. بصوا بقى فيديو النهارده كده هتكلم معاكم شويه عن الفراخ وايه برضو الخلطات التوفير اللي احنا بنعملها ليهم في العمر الكبير، فتابعوني بقى. بصوا زي ما انتم شايفين دي كده كانت دوره فراخ بيضه، برضو بنبدا نظبط الدنيا عندهم. وبنصحك برضو بالبطاريه، عشان انت لو اول مره بتشوفيني، دي بطاريه كده حلوه جدا طبعا، ممتازه في تربيه الفراخ. وانتي طبعا تقدري تتحكمي في المساحه بتاعتها. وكمان ممكن تعملي السقف يتشال ويتحط، بمعنى ان انتي مثلا في فصل الصيف تبداي تشيلي السقف خالص، ولما الجو يبدا يبرد تبداي تركبي السقف بتاعها، وتبداي ان انت تقفلي البطاريه كده. وان شاء الله باذن الله لما نخش بقى في الفصل الشتاء هقول لكم برده تقفيل البطاريه ازاي باذن الله. طبعا في العمر ده ببدا بقى اعمل لهم خلطات بسيطه خالص. فص توم معايا كده مع رشه نعناع، بتبداي تقدمي لهم كده ان هم خلي دايما فص التوم ده يوم في يوم، مفيش مشكله خالص. انت كده بترفعي المناعه، بتفتحي الشهيه، كمان بتغيري ريحه العلف، بيبقى ريحته مميزه، وبالتالي بتبصي تلاقي الفرخ بيبدا ياكل عندك. وزي ما انتم شايفين انا حاطه لمبتين في المكان، لمبه موفره ولمبه حراريه. طبعا بالنهار الجو بيبقى حر شويه، بالليل الجو بيبقى برد. برضو ببدا افتح كده من الجوانب شويه بشويه. على كل عمر كده ببدا ان انا اظبط الدنيا. طبعا الكتكوت في اول اسبوع لازم بتكوني طبعا مظبطه المكان، وبيحتاج درجات عاليه. بعد الاسبوع بتبداي تقللي درجات الحراره درجتين، تبداي تنزليها. طبعا احنا عشان بنربي في بيت وكده، انا مش بحط ترمومتر ولا كلام من ده. انا درجات الحراره بظبطها بعناية. ليه؟ لان انا مع تجربتي مع الفراخ البيضاء، في فراخ بجيبها بتكون محتاجه ان انا ازود درجه الحراره درجه، اعلي شويه درجه الحراره. وفي فراخ بجيبها بتكون لا، ممكن تنزلي درجه الحراره درجه ولا درجتين. فده بيبقى بنظرك انت، بتشوفي الفرخ متفرد، الفرخ بياكل، بتبداي طبعا تقدمي الاكل ليهم، تبداي تشوفي الوضع عندك ايه. طول ما الفرخ متدفي وانت مظبطه الدنيا عندك هياكل. طول ما في مشكله عندك في درجات الحراره، انت كده بتتاخري في الوزن، بتتاخري كمان ان الفرخ ممكن لا قدر الله يبدا يظهر عندك اسهالات، يظهر عندك صراده في المكان. فبتبداي دايما خدي بالك من حاجتين مهمين في التربيه: درجه الحراره والفرشه والمكان اللي انت بتربي فيه. وطبعا اساسي معاكي نوع الكتكوت اللي انت بتجيبيه، لان نوع الكتكوت ده ليه عامل اساسي برضو معاكي في نجاح دورة الفراخ البيضاء، خاصة حبايبي في ظل الغلاء والعيشة اللي احنا عايشينها دي. فتجيبي من مكان ثقة فرزة اولى، فرزة كويسة، عشان تاخدي ان شاء الله انتاج كويس. طبعا دي دورة الفراخ الساسو، انا مصورها لكم كده من الاول خالص. هتبداوا دلوقتي تشوفوا المراحل بتاعتها، وبرضو الخلطات اللي انا كنت بعملها للكتاكيت ببدا اعملها برضو للفراخ الساسو. وابدا برضو ان انا اظبط كل حاجه. فص الثوم يوم في يوم مفيش. في المرحله دي ممكن برضو ابدا اعمل خلطات في الميه، برضو مفيش مشكله. طول ما لون السبلة عندك تمام والدنيا تمام، خلاص انت ما تقلقيش من حاجه، هيبدا الفرخ يستجاب من معاكي. وطبعا باكد عليكي لو فرخ حلو، حتى لو جه شويه برد، لو جه شويه مشاكل، انت بتلاقيه سبحان الله المناعه عنده حلوه فبيصد معاكي، فبتلاقيه بيخف معاكي. سواء بقى هتشتغلي معاه مثلا بخلطات طبيعية، أو هتبدأي تجيبي علاج، بتبدأي تلاقيه عنده استجابة للعلاج أو للخلطات، وبيبدأ مع الوقت يبدأ يتحسن معاكي. غير بقى لو فرخ مش حلو بيتأخر معاكي. الفراخ دي حبايبي فراخ ساسو، في منها نوعين، نوع جيل أول ونوع جيل تاني. كنت أنا قبل كده في فيديوهات كتيرة اتكلمت معاكم في مميزات النوع الأول، وكمان عيوب النوع التاني. طبعا الفرزه الاولى اللي انتوا شايفينها دي بتدي احجام حلوه، اوزان حلوه جدا. احنا وزننا حبايبي الفراخ النهارده الساسو دي عندها النهارده 45 يوم، تمام 45 يوم بالظبط. بدانا نحط على الميزانه، بدانا نوزن، بدا يظهر عندنا اوزان 2 كيلو و2 كيلو الا. فطبعا لما يوصل معاكي عند عمر 45 يوم 2 كيلو، طبعا حلو جدا، يعني ما شاء الله اوزان حلوه قوي. فالوزن الحلو بيبدا يظهر معاكي. طيب احنا ذبحنا منهم فرخه امبارح، بس حبيت برضو احكي لكم تجربتي في الفرخه. زي ما قلت لكم هي 45 يوم. طبعا 45 يوم لسه الفرخ محتاج شويه، لان الفرخ الساسو دورته بالظبط 60 يوم تذبحي منه.
وممكن تخليه لحد 70 يوم مفيش مشكله، بس قبل كده الفرخ بيكون لسه طري معاكي، فانصحك ما تذبحيش. احنا ذبحنا عشان كنا محتاجين فرخه فذبحنا، وقلت كمان اعمل تجربه كده وابدا اشوف الدنيا ايه. فلما ذبحت كده الفراخ لقيتها لا لسه محتاجه العظم بتاعها ينشف شويه، واللحم بتاعها كان لسه طري شويه. فنصيحتي ليكي ما تذبحيش منهم دلوقتي الا لما الفرخ معاكي يبدا 60 يوم. طيب هو انا هفضل اكل علف لمده 60 يوم؟ لا طبعا مش هناكل علف لمده 60 يوم. هنبدا نعمل ايه زي ما احنا عملنا، كنت قايله لكم برده في فيديوهات تانية ان احنا بدانا من بعد مثلا عمر 15 يوم اتبقى عندنا شويه رز بدانا نحط، مفيش مشكله، بدا ياكل شويه مكرونه برده بدا ياكل شويه خضره برده بدا ياكل. ودي مراحل كده زي ما انتم شايفينها في عمر الايه الفراخ عندنا. بدأنا بعد كده بقى نعمل ايه دلوقتي؟ خلاص جبنا دلوقتي اقول لكم انا جبت ايه وهعمل خلطة ايه ليهم. بس احنا دلوقتي بدأنا نضيف اكل البيت ليهم، والاوزان ما شاء الله حلوة، وكمان بنوفر شوية في العلف. انت ممكن كمان تيجي بقى من بعد كمان خلاص ال40 يوم ابدأي اعملي لهم خلطة التوفير، اللي هي انت هتكسري شويه عيش وهتحطي عليه شويه علف. ما تجيبيش دشيشه ولا حاجه ملهاش لازمه، هو العلف فيه الدشيشه وفيه كل حاجه. شويه عيش على شويه علف على شويه حته فول. حته الفول ده بيسمن معاكي الفرخ، بيدي طعم جميل جدا، بينشف بقى معاكي الفراخ، بتاكليها كده بتحسي ان هي مميزه. انت عارفه كانك بتاكلي بالظبط ديك رومي، بطه بلديه. بيحول معاكي كمان لون اللحم كده بيخليه احمر وجميل، وبيسمن معاكي الفراخ دي. الفراخ دي حلوه للبيض؟ لا ما انصحكيش بيها خالص، هي مش للبيض، هي برضو تعتبر فراخ تسمين بعد البيضه على طول، يعني بعد الفراخ البيضه الفراخ الساسو بتبيض. ايوه طبعا بتبيض بعد ال6 شهور، بس طبعا احنا مش هنجيبها للبيض، يعني احنا مش هنقعد ناكل العلف ليهم فترات طويله وبعد كده نخليهم للبيض. احنا لو عايزين حاجه للبيض وانتاج كويس ده هاتي مثلا الفرخ اللي هو البلدي المشعر او الفيومي، حلو جدا بقى للبيض ومميزاته حلوه قوي. تمام. وكمان في الذبيح لما تيجي تذبحي كمان الفراخ بتبقى حلوه قوي. بدأنا طبعا لما بدأوا يكبروا بدأنا نقسم هنا شويه وهنا شويه، زي ما انتم شايفين دي مراحل كده في عمر الفراخ. هبدأ دلوقتي هوريكم دلوقتي لما ان شاء الله لما بدأوا يكبروا معانا. شايفين بدأنا نقدم لهم اول وجبة ايه؟ ده كده اهو زي ما انتم شايفين كده بواقي البيت كده. هبدأ اقدم لهم بواقي البيت، وهبدأ كمان هضيف معاها شوية علف يبدأ كده الفرخ ياكل. وزي ما قلت لكم تجربتي في الفراخ الساسو ما تذبحيش قبل الشهرين. اولا كمان الفرخ بيبقى ناشف معاكي كده وجميل، بطارية شغلها حلوة حبايب قلبي جربوها. اللي ما عملش بطارية انصحك ان انتي تعملي بطارية. بصوا كمان هنا بدأنا كمان هنجيب لهم ايه، بدأت كمان اجيب لهم حتة الفول، هبدأ هوريه لكم دلوقتي. في الوقت ده بقى هبدأ زي ما قلت لكم هحط شوية عيش على شوية حتة فول على شوية علف، وابدأ كده بقى اقدمه لهم في الوقت ده. الاوزان معايا 2 كيلو وفي اقل من 2 كيلو. وما شاء الله الفراخ حلوة جدا. لو حابين تجيبوا لرمضان شوفوا كده الوقت ايه وابدأوا هاتوا قبل رمضان، قبليها بشهرين او شهرين وشوية. هنا ده كده حتة الفول اللي انا جايباه. هكسر بقى شوية عيش عليهم واحط عليهم شوية علف واعمل لهم تقليبة لحد ما نذبح. وبالنسبة حبايبي للمية بدأت النهاردة حطيت معلقة عسل أسمر كده في المية يبدأ يشرب. فوائد العسل الأسمر فوائدها كتير جدا. ده كان فيديو النهاردة، لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تدعموا القناة. أشوفكم إن شاء الله فيديو جديد، مع السلامة.